و15 ابريل من سنه 1907 اجتمعوا 7 ديال الدول الاوروبيه الاستعماريه في مؤتمر في مدينه لندن. وهذه الدول اللي هما بريطانيا اللي كتعتبر اكبر دوله استعماريه دمويه عبر التاريخ، فرنسا، بلجيكا، اسبانيا، ايطاليا والبرتغال. ومن بعد عامين ديال الاستعدادات في المؤتمر هذا خرجوا لنا بواحد الوثيقه سريه اللي سموها وثيقه كامبل السريه. التوقيت ديال هذا المؤتمر هذا ما جاش غير هكاك، ماشي مع الصدفه، ولكن جاء من بعد الانهيار ديال العصر الذهبي ديال الاسلام وسقوط دول الخلافه الاسلاميه والبدايه ديال الصحو وديال الوعي ديال الدول الاوروبيه اللي بداو كيفكروا انهم يحطوا خطط واستراتيجيات اللي تضمن لهم القوه والبقاء ديالهم وما يعاودوش يرجعوا للظلمات اللي كانوا عايشين فيهم. القصه وما فيها ان اغلب البنود ديال هاد الوثيقه اللي خرجوا بها فالمقصود بها هما المسلمين والعرب خاصه، واللي الهدف ديالها هو التفتيت والتشتيت ديال الوطن العربي الاسلامي. ومن بعد ما تعرف المضمون ديال هاد الوثيقه هذه تأكد باللي أي حاجة كيعيشها العالم وخاصة الوطن العربي الإسلامي فهي ماشي من فراغ، ولكن كانت مدروسة فعلا، بحال الفتن والحروب الدولية الإقليمية والأهلية اللي كيعيشها العالم، برامج تلفزيونية والسينمائية والتفاهة اللي كيدخلوا لنا، وخلي الامراض والاوبئه اللي كل مره كيخرجوا لنا بمرض او وباء في شي سميه. فشنو هما البنود ديال هذه الوثيقه السريه؟ وعلاش المقصودين هما العرب والمسلمين بالضبط؟ وعلاش العرب عمرهم ما غادي يتحدوا؟ واش هذه الوثيقه السريه فعلا موجوده ام انها من نسج الخيال؟ يلا معايا نضربوا دويره في التاريخ في اطار اقراوا تاريخكم لكي تعرفوا حاضركم. ولكن قبل ما نبداو شوف معك واحد الصابوني راه كاين الفوق وفعل الجرس باش يوصلك الجديد، وقبل ما نوصيك انك تبارطاجي باش تعم الفائده. انا عصام كريم ويلا معايا على بركه الله. هذا المؤتمر ما شاركوش فيه غير القاده ديال الدول فقط، ولكن شاركوا فيه علماء وشخصيات ومختصين من كافه الميادين: الطاقه، التاريخ، الاجتماع، الاقتصاد والفلاحه الى اخره. لان الموضوع بالنسبه لهم ما كانش موضوع سياسي فقط، ولكن كان خاصهم يوضعوا واحد الخطه واستراتيجيه شامله من جميع الجوانب اللي ما تخليش الدول العربيه الاسلاميه انها تهز الراس. نرجعوا للمؤتمر. كامبل كان دار الافتتاح ديال المؤتمر بواحد الكلمه اللي قال فيها ان الامبراطوريات تتكون وتتوسع ومع الوقت تولي قويه ومن بعد تتستقر ومن بعد تتبدا ضعاف شويه بشويه حتى كتنهار كليا وكتولي من الماضي. حالها بحال جميع الامبراطوريات اللي دازوا عبر التاريخ واللي كنذكر منهم امبراطوريه مصر القديمه، امبراطوريه اشور، بابل، امبراطوريه الصين. ومن بعد ما سال الكلمه ديالو سول الحضور وقال لهم واش يمكن شي واحد فيكم يقول لي كيفاش نحميو راسنا من الانهيار او على الاقل ناخروه الى ابعد مدى، اي اننا ناخروا هذا الانهيار الى ابعد مدى. من بعد كاين اللي كيقول بان الاشغال ديال هذا المؤتمر هذا دامت 24 شهر، وكاين اللي كيقول بانها دامت شهر واحد فقط باش يخرجوا لنا وثيقه كامبل السريه. المهم انهم بداو تيتناقشوا وتيتفاهموا وتيدرسوا جميع الامور من جميع الجوانب كيف ما قلت لكم، حتى خرجوا اسس اللي غادي يمشيو عليها هما والجيل او الاجيال اللي غادي تجي من بعد منهم. وتوصلوا وتفاهموا كلهم على واحد النقطه اساسيه اللي هي ان البحر الابيض المتوسط هو المفتاح والشريان الحيوي، لانه بكل بساطه هو نقطه الوصل بين الشرق والغرب والممر بين افريقيا واسيا وملتقى الطرق ديال العالم باسره. ولكن الاشكاليه الاساسيه ديال هذه المنطقه انه على الامتداد ديال هذه المنطقه كيعيشوا دول اللي كلهم كتجمعهم نفس الديانه، نفس اللغه، وشعوب عندها حضارات قويه، وكيتميزوا ايضا بالتقارب الثقافات ديالهم. وهنا غادي نبداو البنود ديال وثيقه كامبل السريه. البند الاول اتفقوا فيه انهم يخليوا الشعوب ديال هذه المنطقه متاخرين جاهلين ومفككين قدر الامكان. وفي هذا الباب داروا واحد التقسيم ديال دول العالم لثلاثه ديال الفئات. الفئه الاولى هي الدول ديال الحضاره الغربيه اللي هما استراليا، امريكا الشماليه واوروبا، واللي كيقولوا انهم من الواجب دعمهم تقنيا وماديا باش يوليو بحال المستوى او لا يوليو في المستوى ديال الدول الاوروبيه الكبرى. وهذا الشيء اللي كيوقع دابا وكنشوفوه حاليا، منين كطيح شي دوله اوروبيه كينوضوا كاملين كيقدموا لها الدعم المادي والعسكري. وكنظن ان هذا هو الهدف من خلق الناتو والاتحاد الاوروبي الى غير ذلك. الفئه الثانيه
هي الدول اللي ما كايناش جغرافيا في القاره الاوروبيه، ولكن ما مختلفينش معاهم في حوايج كثيره، وفي نفس الوقت ما كيشكلوش تهديد على التقدم والمستقبل والاهداف ديالهم، بحال الدول ديال امريكا الجنوبيه وكوريا واليابان. وهاد الدول قالوا بانهم غادي يدعموهم بشكل اللي غادي يخدم المصالح ديالهم ويخليهم ديما خاضعين لهم وتحت الصباط، اي انهم يدعموهم يتقدموا شويه، ولكن يبقاو ديما فايتينهم بزاف باش يبقاو ديما خاضعين لهم وما عمرهم يوصلوا للمستوى ديالهم. الفئه الثالثه وهي الفئه المهمه والفئه اللي كتشكل عليهم الخطر، هما الدول اللي ما كايناش جغرافيا في القاره الاوروبيه، ولكن كاين تصادم حضاري معهم وكتشكل تهديد كبير على اوروبا، والدول الاستعماريه اللي ذكرت قبل واللي هي الدول العربيه الاسلاميه. ومن بعد فكروا وقالوا بان هاد الدول هادو خاصنا نحرموهم من اي دعم كيف ما كان الحال ديالو، سواء عسكري او مادي او تقني الى غير ذلك، وخاصنا نمنعوا التقدم ديالهم في العلم والمعرفه بكل ما اوتينا من قوه بكل الوسائل وبكل الطرق، ومحاربه كل توجه او محاوله ديال الوحده بين هاد الدول والاتفاق ديالهم على هدف واحد. وقرروا ايضا عدم دعم هاد الدول في اي حاجه مفيده او مهمه، وفي المقابل يقدروا يدعموا البلاد في اي حاجه اللي تقدر تخلي البلاد تلتجئ للديون بحال كاس العالم، او اي حاجه تقدر تخلق الفتنه في البلاد بحال المثليه، التحرر، خريب البرامج التعليميه والحداثه الى غير ذلك. وباش يوصلوا لهذا الشيء ويحققوا الاهداف ديالهم اقترحوا في هذا المؤتمر إقامة دولة على أرض الصمود والعزة، فلسطين. وهذه الدولة اللي غادي تشكل حاجز بشري قوي وجسم غريب وسام، صديق الدول الاستعمارية وعدو للساكنة أو للسكان المحليين. وهذا الجسم الغريب كيفصل الجزء الإفريقي ديال المنطقة العربية على الجزء الآسيوي ديالها. بلا شك عرفتوا هذا الجسم الغريب شكون هو؟ نعم، إنه الكيان الصهيوني الوهمي. الاختيار والاحتلال ديال الاراضي الفلسطينيه ما كانش محض الصدفه وما كانش صراع ديني كيف ما كيتوهموا هما على انها ارض اليهود وارض الميعاد وجدودهم وتاريخهم وحضارتهم مدفونين تما الى غير ذلك. فهذه كلها هضره خاويه. هما احتلوا فلسطين نظرا للموقع الاستراتيجي ديالها، ونظرا لانهم بغاو يفصلوا العرب ديال اسيا عن العرب ديال افريقيا، لانه هذا الفصل هذا غادي يخلي العرب والمسلمين في واحد الحاله ديال الضعف والانقسام، الشيء اللي غادي يسهل عليهم المهمه ديال تفتيت ديال الوطن العربي، وغادي يخليهم يزرعوا الافكار ديالهم بسهوله داخل البيوت ديال العرب حال التحرر على سبيل المثال. وهذا الشيء بالطبع اللي كيضمن لهم القوه والبقاء. وهذا الشيء علاش ما عمرك سمعتي شي دوله عربيه صنعت هاتف ذكي، وهذا الشيء علاش الشهادات والدبلومات ديال الدول العربيه ما عندها حتى قيمه مقارنه بالشهادات ديال الدول الغربيه. وهذا الشيء علاش العشرات ان لم اقل المئات ديال الكفاءات والادمغه العربيه كيهاجروا سنويا وكيختاروا الدول الغربيه باش تحتضنهم. وهذا الشيء علاش تم الاغتيال ديال عشرات العلماء العرب عبر التاريخ. وهذا الشيء علاش ما كنلقاوش الخلافات الطائفيه والعرقيه الا في البلدان العربيه. وهذا الشيء علاش وهذا الشيء علاش وهذا الشيء علاش. المهم هو انه الوجود ديال الكيان الصهيوني وسط العرب كان هو السبب الرئيسي في الانقسام ديال العرب والعداء بيناتهم. كاينين بعض الدول بحال المغرب اللي كتقول لك انا ما عندي حتى مشكل مع الكيان الصهيوني، وكاينين بعض الدول عندهم صراع تاريخي وابدي مع الكيان الصهيوني، وكاين ايضا بعض القوى الخارجيه اللي كتدفع بعض الدول العربيه انها تاخذ موقف معارض مع الموقف ديال دول عربيه اخرى. وهنا كنتكلموا على المبدا ديال فرق تسود، وهذا الشيء اللي وقع للعرب سنين وسنين هذه. نرجعوا للوثيقه ديال كامبل السريه. فالوثيقه عمرها ما طلقت، ولكن بزاف ديال الكتاب المحترمين والمعروفين بالحرص ديالهم على الدقه كتبوا عليها من مصادر ايطاليه الى غير ذلك. الشيء كيخلي الناس يتقسموا على جوج، كاين اللي كيقول بان هذه الوثيقه فهي مجرد خرافه وغير موجوده بتاتا، كاين الناس اللي كيقولوا بان هذه الوثيقه فعلا راهي كاينه. ولكن اللي ما كنتش نختلفوا فيه ان هذا الشيء اللي كيوقع شحال هذه وكيوقع دابا فعلا فهو شيء مدروس ومخطط له بطريقه عجيبه وبدقه، وثقوا بي بانه اللي جاي غادي يكون اصعب واصعب بكثير الا ما فقناش من السبات العميق ديالنا. لانه المسلمين ديال زمان ما وصلوش يحكموا الارض من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها غير هكاك، ولكن حكموها نهار تمسكوا بالدين ديال الله سبحانه وتعالى والقران الكريم، ماشي حيت عرب او لا ماشي عرب. اي وحده او فكره تدعو الى الاجتماع لغير وجه الله في المصير ديالها غادي يكون هو الفشل لا محال. فنهار بعدوا المسلمين على العقيده ديالهم والتطبيق ديال احكام القران الكريم اللي كتعتبر دستور المسلمين، سلط عليهم الله عدو خبيث اللي هو الغرب، اللي كيدخل لنا الرذيله كل يوم وكيربي فينا حب المال والدنيا. كونوا اكيدين
أننا ما عمرنا غادي نكون أمة واحدة قوية متمسكة إلا في حالة واحدة، إلا رجعنا للدين ديال الله سبحانه وتعالى اللي بعدنا عليه بزاف وبزاف. لأن الله سبحانه وتعالى اشترط نصرته لنا بنصرتنا لديننا، فكما جاء في قوله جل وعلا في سورة محمد: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك. هل أراك سالما مكرما سالما منعما في علاك. لا يريد أن تسمع طفلا أن والدها استشهد وأمه. موطني نحن أبطال، نحن غزة. أين أنت يا دول العربية؟ حماك الله يا غزة، علمت كل دول العالم الرجولة. هالقد هيك دايرة العالم كله مش قدر لها. إن شاء الله أبطال. أم شهيدة ربنا يرحمها، خواتي شهداء ربنا يرحمهم. لكن من الردى حتى نهاية الأيام وتصور أنت ما داش أرقابهم هيك شو زي ما داشوا في 7 أكتوبر لما حكوا جنود الاحتلال. كان إيه؟ ربنا يرحم القمة. لا نريد ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا.